أنا اسمي علاء، شغال موظف في محطة تحويل قطارات صغيرة في أطراف الصعيد. محطة شبه مهجورة، مفيهاش حركة غير 3 أو 4 قطورة في اليوم. بس في قطر واحد مفيش أي حد في المحطة بيحب يقرب منه، القطر رقم 302. طبيعي محدش يحب يسمع عنه أو يشوفه حتى. القطر ده كان القطر اللي عمل حادثة في أسيوط لو تفتكروا من كام سنة. كان قطر عادي مفيهوش مشكلة. في يوم خرج عن القضبان ومات فيه أكتر من 40 راكب، ومن ساعتها لا حد بيحب يشوفه ولا حد بيحب حتى يكون هو اللي سايقه. في يوم في نبطشيتي بالليل جات لي رسالة على لاسلكي: 302 داخل المحطة، استعد. صراحة استغربت، لأن القطر ده مش في الجدول خالص. خرجت من المكتب ولقيت فعلا صوت القطر داخل على من بعيد، بس مفيش أي نور ولا ركاب ظاهرين حتى يمشي. على عكس العادة، أي قطر بيبقى جاي بالليل لازم يكون منور نوره. طبيعي بلاقي ناس واقفة على الأبواب، عادتنا طبعا، أو بلاقي ناس باينة من الشبابيك. إنما ده داخل علينا ومفيش أي حاجة خالص. وقفت على الرصيف، القطر بيقرب، بدأ يمشي ببطء. صوته كان مزعج جدا، كأنه بيبطر في القضبان. بس الحاجة اللي استغربتها يعني العربيات باينة كأنها محروقة، إزاز مكسر وأثر سواد مغطيه من بره. حاجة مش طبيعية، مع إني ما كنتش شايف حد جوه القطر جاي. لكن أول ما القطر ما وقف سمعت صوت ناس جوه. وقفت ببص باستغراب، إيه اللي أنا شايفه قدامي؟